مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الروتين ده مسائي، يعني كان بالليل بقى والولاد كانوا ناموا خلاص. بس كان الدنيا بقى تضرب تقلب، يعني زي ما انتم متعودين معانا. فقلت بقى ايه، قلت الم الدنيا كده قبل ما انام، عشان بقى الواحد يقوم الصبح يلاقي الدنيا كويسة يعني. فالمهم دي كان قشر بسلة، انا كنت جايبة بسلة عشان افرزها. فكان القشر بتاعها بقى بهدل الدنيا خالص، كان في كل حتة اصلا. فكان شوية بقى في المطبخ، قلنا بقى احنا اول حاجة بنعملها بنفضي الرخامة زي ما اتعود. وده كان زبادي كنت عاملاه، هبقى اعمله معاكم في مرة يعني ان شاء الله. أم، انا بعمله في المكنة اللي هي بتاعة الزبادي دي، بيطلع حلو جميل قوي يعني. هوريهولكم في مرة وهعمله معاكم في مرة واوريكم النتيجة بتاعته عاملة ازاي. يعني انا هوريكم النتيجة بتاعته، بصوا اهو، يعني انا كده لسه ما حطيتوش في التلاجة، يعني النتيجة بتاعته كويسة جدا. انتي بتعمليه، انا كنت عاملاه من العصر تقريبا، من الساعة 5 تقريبا العصر. فانتي بتعملي العصر وبتسيبيه، مثلا انا سبته لحد الساعة، كان الروتين ده كان الساعة 12 بالليل. فشوفي بقى بتسيبيه كام ساعة، بعد كده بيقعد حوالي 4 ساعات في التلاجة عشان يمسك اكتر يعني. ما ينفعش ما تحطوش في التلاجة، لازم تحطيه في التلاجة عشان يمسك. زي ما اتعودنا بقى مع بعض، احنا بنفضي اهو الرخامة الاول وبنمسحها كويس، بنطهرها يعني بالكلوروكس والمية وكده. وبعدين دي بقى البسلة اللي انا كنت عاملاها، انا كنت غسلاها وبعملها بقى بطريقة ماما، ربنا يا رب يشفيها ويديها الصحة يا رب. هي كانت دايما تقولي الحاجة، الخضار اما تيجي تفرزيه ترشي عليه الاول مية مغلية، بعدين تفتحي عليه الحنفية مرة واحدة. فهي البسلة دي انا كنت عاملاها بالطريقة دي. انت تغسليها طبعا الاول كويس من الطينة اللي هي فيها، وتنزل طينتها كلها. بعد كده بترشي عليها، تسخني ميه في الكتل وترشي عليها الميه السخنه، وتقلبيها، وانتي بترشي عليها تقلبيها كده في الطاسه، قصدي في المصفى. بعد ما ترشي عليها الميه السخنه قبل ما تبرد، ما تسيبهاش تبرد لوحدها، لا قبل ما تبرد انتي بترشي عليها ميه بارده من الحنفيه. هو يستحسن لو ميه ساقعه من التلاجة، بس انا عشان ما عنديش ميه ساقعه فانا حطيت عليها ميه بارده من الحنفيه. تضمني ان هي تطلع كل الجراثيم اللي فيها، او لو فيها حاجة وحشة ولا حاجة بتمشي منها يعني. بس دي برضو كانت صلصة. انا لما نزلت السوق جبت بسلة وجبت الطماطم اللي انا هعملها معاها بالمرة يعني. فبعمل مثلا ايه، اشوف انا هيكفيني مثلا كام كيس بسلة، بعمل 3 اكياس طماطم مثلا، عشان تبقى الاكلة متفرزة ومعاها الصلصة بتاعتها ومعاها حاجتها كلها. انا كنت جايبة جزر برضو، بس الجزر ما يعني لسه ما قطعتوش. فانا الجزر ان شاء الله يعني عايزه اعمله في يعني اقطعه واحطه مثلا في علبه لوحده في الفريزر، لما اجي اعمل بسله اخد حبه واحطهم عليه. والطماطم برضو انا يعني الاول بسبكها، بحطها على النار لحد ما تطلع كل المية اللي فيها وتحمر كده وتتقل. بعدين بقى بسيبها تبرد شويه وبحطها بقى في الكياس في الفريزر. هنا بقى دي المواعين، قلت بقى هلمهم في الغساله. دول المواعين دول الاول كانوا نضاف، يعني فضيت الغساله الاول، وبعدين هنحط بقى المواعين اللي هي اللي مش نظيفة. هو الاول انا بلم المعالق كلها في البتاع الصفايه دي. انا بحب استعملها بصراحه، في ناس ما بتستعملهاش وبتحط المعالق في الناحيه اللي فوق دي، اللي هي فيها بتاعتين بيتين ودولت بيطبقوا وبيتشالوا دول. انا بحب ان انا احط المعالق كلها في الصفايه دي، هي بتلم كتير على فكره. يعني هي الصفايه دي بتلم حلو ما شاء الله. اهو كده رصينا خلاص الغساله. دي برضو انا عملت الدورة اللي هي نص دورة، مش دورة كاملة يعني، لان الوقت كمان كان اتأخر، انا كنت عايزة انام، بس قلت برضو ايه يعني، طالما انا صاحية شوية قلت الم الدنيا بقى قبل ما انام، مش كل يوم اسيبها كده، يبقى في تغيير شوية يعني. الواحد يغير شوية، مرة يسيبها ومرة يلمها، يعني مش معقولة كده. فقلت الم الدنيا بقى قبل ما انام النهاردة في اليوم ده. فقلت بقى الم المواعين، وهي خدت الحمد لله الحلة كمان. تمام كده خلاص، حطينا بقى المسحوق
وهنسيبها بقى تشتغل برضو، بدوس على الزرار اللي هو بيشغل لي نص الدورة كده، وبسيبها بقى تشتغل. وابتدي بقى ايه ان انا اعمل بقية المواعين اللي انا سايباها. طبعا اللبانة انتوا عارفين اللبانة بيبقى ليها موال لوحده عشان اللبن بيبقى لازق فيها. والحاجات برضو اللي هي البلاستيكات دي انا مش بعملها في الغسالة كتير، بحس ان هي مش عارفة بتسيحها او بتطلع زي ما يكون طرية او سايحة، مش عارفة. فبحب ان انا اعملها على ايدي احسن يعني، بالذات ان انا مش ضامنه برضو نوعها ايه. يعني انا مش جايباها تبر وير عشان ابقى ضامنه ان انا احطها في الغساله مش هيحصلها حاجه، لا انا جايباها عادي من بتاع البلاستيكات عادي يعني. فالافضل ان احنا ايه نعملها على ايدينا يعني، بلاش نعملها في الغساله، لان الغساله بتعمل بميه سخنه مغليه، فما ينفعش تحطي فيها بلاستيكات انت مش ضامنه ان هي هتستحمل السخونيه ولا لا. فالافضل ان احنا نعملها على ايدينا، بتبقى حاجات قليله يعني مش هتاخد وقت. تمام. طبعا اللبانة زي ما احنا عارفين بنسيبها للآخر خالص، لان هي بيبقى ليها فيلم كده لوحده. بس هي المرة دي الحمد لله هتنضف معايا يعني بسرعة، عشان ما كنتش سخنت اللبن. انا لما بسخن فيها اللبن كذا مرة بتغلبني في الغسيل بعد كده. لكن لما يكون اللبن مثلا اتعمل في يومها وخلص في يومها وما سخنتش فيها مرة كمان بتخلص بسرعة. بس برضو ارجع اقول طبعا اكيد الجرانيت والحاجات دي احسن من الالومنيوم، ما بيلزقش فيها اللبن بالطريقه دي. ودي بقى الحله دي اللي كان فيها برضو الصلصه اللي انا كنت مسبكاها عشان افرزها، فما يعني ما كانش ليها مكان في الغساله برضو، فقلت اعملها على ايديا، لان انا ما كنتش عايزه الدوره بتاعه الغساله تطول، لان انا كنت هطفي الموتور وانام. فما ينفعش ان انا اسيبها شغاله وانا نايمه، لان هي احنا عندنا موتور ميه ممكن يتحرق. بس هنشطفهم بقى. وده بقى اللايم اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو عملت لكم فيديو ريفيو عنه. هو حلو بصراحة، بيشيل الزفارة لو في زفارة، لو في انت غاسلة فراخ مثلا، كنتي طبخة سمك، عاملة اي حاجة زفرة. هنا بقى الفوطة دي انا كنت حاسة ان هي ريحتها وحشة شوية، بس قلت مش هقدر بقى ان انا انقعها او مفيش وقت ان انا انقعها، فحطيت عليها اللي هو الاوكسي اللي هو الجل ده، ريحته جميلة قوي. فحطيت عليها الاوكسي وغسلتها كده في نفس الوقت يعني وانا واقفة، غسلتها وعصرتها ونضفت بيها تاني. هنا بقى خلاص خلصنا الحوض، هنبتدي بقى ده بقى كيس كلوروكس اللي هو ب3 جنيه الصغير ده، عملوا منه حجم جديد. انا بقى بملى يعني تملي الازازه اللي هي بتاعه البريل دي لحد نصها، بس ما تملاش كلها عشان ما يبقاش يعني خفيف قوي. انا بحب دايما استعمل كلوروكس اللي هو ال5 في 1 ده، بس انا ما بجيبش الازازه الكبيره، بحب ان انا اوفر يعني وكده، فبجيب الكياس اللي هي صغيره. في كيس ب5، والكيس اللي هو اللي انا استعملته ده ب3. ده جديد الراجل قال لي عليه، فقلت اجربه برضه، فهو حلو يعني مش وحش. يعني يعتبر ملي الازازه دي بقى انت ممكن تملي منها البخاخات بتاعه البيت، ممكن تعملي بيها في البوتاجاز، الحوض، تطهري بيه بعد ما تخلصي كده. يعني دايما بحب ان انا اطهر، بالذات لو عامله مثلا فراخ او لحمه او كبده او اي حاجه في اليوم ده، بحب ان انا اطهر الحوض بعدها، لان انا وارد يقع مني خضار، يقع مني طماطم في الحوض. فعشان تبقى يعني ما تتلوثش بقى، انت عارفه الخضار ما ينفعش يخش على اللحوم والسمك والكلام ده، يعني لازم كل حاجه تبقى لوحدها. فلو انت عامله مثلا في يوم خضار او لحوم او اي حاجه، الاحسن انت تطهري الدنيا بعد ما تنضفي، وبيبقى اضمن يعني ما يبقاش فيه اي جراثيم او ميكروبات تتلم على الحاجه، على الحوض يعني، او على الاسطح بتاعتك. هنا بقى عملت بيه البوتاجاز برضو. البوتاجاز ما كانش وسخ قوي، بس يعني قلت اغسله بالمره بقى، طالما هنقفل المطبخ يبقى نعمل البوتاجاز بالمره.
ساعات بسيبه بصراحة، ساعات بسيبه مثلا يوم يومين كده. بس قلت طالما انا فاضية خلاص اعمله بالمرة، مش هياخد وقت، بالذات ان هو نضيف. وكل ما عملتي الحاجة وهي نضيفة شوية، كل ما هتحس المجهود بتاعها هيبقى قليل، مش هيبقى كتير. كده خلاص خلصنا اهو البوتاجاز، وبدأنا بقى خلاص نحط الحوامل بتاعته، ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. اهو دي نظرة سريعة كده على المطبخ بعد ما اتعمل. عملنا رخامة اهو فضيناها، وعملنا المواعين اللي هي البلاستيك دي لوحدها، والغسالة طبعا شغالة لسه زي ما هي. وده الحوض بعد ما عملناه بقى ولمعناه وطهرناه. بس كده كله تمام الحمد لله. وده البوتاجاز. الارض بقى يعني هنبتدي بقى نكنسها الاول لو في بواقي اكل، وانا هنا يعني رفعت الستاره عشان اكنس تحتها، عشان برضو خلي بالك ان انتي مش معنى ان انتي عامله ستاره يبقى هتهملي الجزء اللي تحت الستاره. لا، لازم يعني تعامليه كانها مش موجوده. هتكنسي عادي تحتها، ممكن يكون وارد ان هي يقع تحتها حاجه، وراها حاجه، حاجه اتزحلقت كده جت تحت الستاره، عادي لازم تكنسي يعني تحتها وتمسحي تحتها عادي، عشان ما تلمش بقى يعني وسخة كتير وتتعبك بعد كده في التنظيف. بس خلاص، فلما خلصت خلاص نزلتها عادي زي ما كانت، ونمسح بقى بالشرشوبة. كنت هنا بلا برضو الشرشوبة مية بكلوروكس. خلاص بقى خلصنا مسح بالشرشوبة خلاص. وخلي بالك لازم تكنسي الأول، يعني المطبخ اصل في ناس ما بتكنسش المطبخ، فانتي لازم تكنسيه الأول عشان هو بيبقى فيه بواقي أكل وبيبقى فيه حاجات كتير واقعة في الأرض، فلازم يتكنس الأول وبعدين تمسحي. وده البوتاجاز، وخلصنا الارض خلاص وكنسنا ومسحنا، والشباك اهو اللي كنا عاملينه مع بعض. كده يعتبر احنا قفلنا خلاص المطبخ. بس لسه الغسالة شغالة طبعا، فانا قلت طالما الغسالة لسه شغالة وما خلصتش، اطلع بره اشوف برضو اروق الدنيا بره، يعني ترويقة بس على الوش كده، حتى مش هعملها يعني تنظيف عميق، لا انا هروقها بس كده على الوش، عشان برضو ايه يعني منفعش نسيب الشقة كده بالليل يعني، او مش كل يوم يعني هنسيبها كده، يعني برضو نيجي ايام معينة في الاسبوع كده نحس بنظافة شوية، نحس بترويق شوية. هو انا عايزة اقول لكم ان البيت اللي فيه اطفال دايما بيبقى يعني مش متوسخ، بيبقى متكركب، بتلاقي حاجات مرمية هنا وحاجات مرمية هنا. ده طبيعي يعني، ما تقلقيش وما تحسيش نفسك انتي واحدة مش طبيعية، لا هي دي حاجة طبيعية عادي طالما البيت فيه اطفال. اكيد انتي مثلا بتبقي مش فاضية كمان تلمي وراهم طول الوقت. يعني هنا انا كنت نازلة السوق مثلا، جايبة البسلة وجايبة الطماطم وجبت المنظفات، جبت صابون سايل اهو وسلك. فانا يا دوب حطيت الحاجه وقلت اعمل البسله عشان اخلص منها، لان هي كل ما الحاجه قعدت برضو كل ما بتدبل، فانتي الاحسن انتي تعمليها في ساعتها. فما لحقتش بقى ان انا الم الدنيا، فقلت بقى بالليل الم الدنيا براحتي. فكنا خلاص خلصنا المطبخ، نبتدي بقى نلم بقى الايه الريسبشن بقى من بره. هنا دي بقى السفرة، بفضيها الاول، بشيل من عليها الحاجات الاول. والمفرش ده انا كنت بصي يعني كان المربى كانت محطوطة على المفرش، وابني كان بيعمل سندوتش والمربى نزلت بقعت على المفرش، فالمفرش ده انا هشيله واحطه في الغسالة، لانه كان يعني كان لزق مطرح المربى وكده، فكان لزق، فقلت هشيله واحطه في الغسالة بقى بالمرة، وكان بقاله فترة ما اتغسلش، فقلت بالمرة بقى يتغسل. بس وبرضه هنعمل نفس النظام، هنجيب برضه البخاخة اللي احنا بنعمل بيها على طول دي، اللي هي فيها الكلوروكس والمية، وهنرش برضه على السفرة ونمسحها بقى.
خلاص بقى بعد ما مسحنا السفرة نبتدي بقى ان احنا نلم كل الكراكيب. يعني كل حاجة ملهاش لازمة بنشيلها، كل حاجة محطوطة ومش في مكانها بنشيلها. لو شنطة مدرسة نشيلها في اوض الولاد، لو كوبايات اطباق اي حاجة ندخلها المطبخ، زبالة تترمي كده يعني. هنا بقى انا ما عملتش بالمكنسة عشان يعني الولاد كانوا نايمين وكده، ومرضتش ان انا اعمل ازعاج بالمكنسة بتاعت صوت عالي جدا. فقلت بقى هعمل بالمقشة بس كده عشان ما تعملش صوت. فهو حتى مش هرفع تحتها وامسح بقى، لا يعني انا بنضف حواليها بس. اهو كده خلاص انا يعني عملت الجزء ده اللي هو فيه السفرة بس لسه التراب اهو زي ما هو، يعني انا ما لميتش التراب. قلت هعمل الجزء التاني اللي هو فيه الانتريه، هعمله برضو والم التراب كله بقى مع بعضه مرة واحدة. بنبتدي بقى لو في اي حاجة على الكنب بتشيليها، اي كراكيب اي حاجة، بتشيلي بقى الحاجات اللي هي ملهاش لازمة وبتنفضي مكانها مطرح القعاد يعني. بس بتنفضي بقى الكنب كله مرة واحدة. انا هنا دي الكنبة اللي هي الصغيرة، دي الكنبة الكبيرة هتشيلي برضو اللي عليها وتنفضي مكانها. يعني بتنفضي الكنب والكراسي كلهم مرة واحدة. انت يعني بتاخدي، بقولك المكان كله بتاخديه من فوق لتحت بتنفضي، وبعدين بتلمي بقى تكنسي بقى التراب اللي انت نفضتيه تحت. دي انا شلتها خالص كده، نفضتها اديتها تنفيضة كده ورصيتها تاني. وبعدين بقى ايه خلاص نعمل بقى الترابيزة دي. الترابيزة دي اللي احنا كنا دهنينها مع بعض لو تفتكروا. بس انا مسحتها كده برضو بالكلوروكس برضو، وركنتها على جنب. نفس النظام برضو هنكنس هنا بالمقشة عشان يعني ما نصحيش حد. هي بغض النظر عن الولاد ان هما نايمين، هي المكنسة صوتها عالي جدا، فهو يعني الشارع كله هيسمع. فقلت اعمل بالمكنسة احسن طالما الدنيا نايمة وهادية وكده، فلا نعمل احسن بالمقشة بس. وانتي ماشية بقى بالمقشة لو في اي حاجة تلميها معاكي بالمرة. او نعملها كويس قوي بالمقشة، وبعدين بقى نلم التراب كله مع بعض. التراب اللي احنا طلعناه من الناحية التانية على التراب اللي طلعناه من الناحية دي، هنعمله بقى كله مع بعض كده. بعد ما خلصنا بقى هنبتدي بقى نحط الترابيزة مكانها. وانا كنت عامله لها مفرش كده اللي هو شبه بتاع ايكيا بس هو كان مغسول. ده بقى المفرش بتاعها القديم بس انا بحبه برضو شكله حلو، يعني بغير ده شوية وده شوية. بس بقى كده نبقى خلصنا ايه، خلصنا الريسبشن كده. روقنا الحتة دي وشيلنا الكراكيب منها وكنسنا الارض كمان بالمقشة. وهنبتدي بقى لو في اي حاجة تانية زيادة نشيلها اهو. هيتبقى لنا بس ايه، هيتبقى لنا التراب اللي احنا لسه ما لمناهوش. يعني احنا اهو وضبنا الدنيا وكنسنا وروقنا وكده بس لسه ما لمناش التراب. انا قلت لكم انا لميت التراب بتاع الناحيتين على بعض، وعشان بقى المه مره واحده يعني بعد بدل لما الم من هنا طالما انا اصلا يعني مش همسح. انا بروق كده ويعني بحاول انضفها كده بحيث ان الدنيا تبقى رايقه، يعني عشان اللي يصحى الصبح ما يتخضش. لا بحب دايما الواحد يصحى الصبح كده يلاقي الدنيا رايقه، تحس ان انت يعني ايه يوم جديد كده ورايق كده، ما وراكيش حاجات كتير. غير بقى لما بتصحي تلاقي الدنيا متبهدله ومتكركبه ومتوسخه. لا هو بيبقى كده طبعا احسن كتير. وخلاص كده احنا يعتبر كده ايه احنا خلصنا. بوريكم بقى المنظر النهائي اهو بعد ما خلصنا اهو. يعني الحمد لله حاجة كده، يعني راحة نفسية برضو، ترتاحي نفسيا لما تحسي ان انتي مخلصة ومروقة الدنيا بقى وتقومي تاني يوم تشوفي بقى انتي وراكي ايه على طول، مش لسه بقى هتروقي وتعملي. كمان لما انتي بتروقي بيبقى لو انتي هتنضفي تنظيف عميق
الترويق ده بيسهل عليك كتير. خلاص بقى بدأنا نطفي النور بقى، يعني كنت خلاص مش قادرة بقى، عايزة انام. فبدأت بقى اطفي النور، وكان لسه بقى الغسالة كانت، انا كنت فاتحة لها لسه الموتور، بس هي كانت خلصت خلاص. خلاص كده احنا كده خلصنا الجزء ده وطفينا فيه النور بقى. هنا نخش على المطبخ. الحمد لله الحمد لله كنت مقفلاه برضو. انا دايما زي ما انتوا عارفين أنا بحب اخلص المطبخ الاول قبل الريسبشن، بحس ان كده اسهل. بس الغسالة بقى خلاص بصيت عليها لقيتها خلصت، فهطفي بقى الموتور خلاص. وبكده نكون خلصنا بقى الروتين بتاعنا ده روتين مسائي احنا بنعمله بالليل قبل ما ننام. فبكده نكون خلصنا بقى خلاص انا قلت بقى قبل ما انام، انا بحب دايما اشرب قرفة كده، هي حلوة في التخسيس وحلوة في حاجات كتير، فانا بحب دايما اشربها قبل النوم، حلوة جدا في موضوع التخسيس لو انت عاملة دايت يعني وكده. فقلت خلاص بقى هعمل كوباية القرفة دي وهاخدها بقى وهنام على طول. فعايزاكي بقى لو عجبك القناة ما تنسيش بقى تشتركي وتدوسي على زرار الجرس، وتدوسي لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد، والقناة تكبر بينا مع بعض. وان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. كده خلاص انا خلصت القرفة بتاعتي. انا ما كانش عندي لبن في اليوم ده فعملتها بلبن بودرة، لان انا مش بحب اشربها لوحدها يعني، بحب ان انا اشربها بلبن. فخلاص بقى اهو قفلنا المطبخ، وحتى البتاع اللي انا عملت فيها القرفة اهي، قلت بقى بالمرة انا مش عايزة اسيب اي حاجة، فقلت بالمرة بقى اشطفها، هي كده كده مفيهاش زفارة يعني ولا فيها لبن ولا حاجة، فقلت هشطفها بقى بالمرة اهو. يلا بقى اشوفك بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسيش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.